السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كاملين تكونوا بخير، ان شاء الله ناسكم وحبابكم يكونوا بخير، صحة فطوركم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله ما راكمش مغلوبين. آه، قبل لا نبداو الفيديو نتاعنا اليوم، اول شيء نصلوا على خير خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلونا نكسبوا معكم فضل اجر الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدها نروحوا لوصفة اليوم. هاد التحلية اللي قمة في البنة، تجي رائعة بزاف بزاف. تجيب هاد لاموس شوكولا بطريقتي الخاصة. هاد لاموس شوكولا ما فيهاش البيض، ما نديرش انا فيها البيض، ما نحبش انا نستعمل البيض ني بزاف في الوصفات نتاوعي. داك علاه هي بدون بيض تجي بنينة بزاف ورائعة بزاف، تجي قمة في البنة. راح تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضرها، شوفوا كيفاش تجي دايرة، تجي روعة يا البنات، تجي أكثر من رائعة. والبنة ما نحكيلكمش على البنة صراحةً، بنتها تهبل بزاف سورتو لعشاق الشوكولاتة ولعشاق ذوق النسكافيه في التحليات نتاعهم. تقدروا إذا اللي ما عندهاش نسكافيه في الدار تقدر تستبدلها بالقهوة، وراح نقول لكم واش غادي ديري باش يجيك ذوق القهوة عوضًا على النسكافيه. كيما قلت لكم راح نعطيكم كامل أسرار نجاح هاد لاموس باش دايما تعتمدوها في وصفاتكم. كيما قلت لكم بدون بيض، موس شوكولا بدون بيض، ما فيها ولا نقطة بيض، وتجي رائعة بالبزاف. قبل نروح لكم للوصفة ضغطوا لي على هذيك اللايك إذا بغيتوا، ونروحوا مباشرة للوصفة. الأشخاص الجدد إذا عجبتكم القناة ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. أنا استعملت هاد الفلو نوارة لأنه فلو نوارة يجي ذوقه شباب بزاف، يجي فيه الكو قوي. تقدروا نتوما تستعملوا أي فلو متوفر عندك في البيت. إذا ما عندكش الفلو في البيت تقدري تعوضيه بشوكولا كاكاو إذا عندك شوكولا كاكاو في البيت، دايما كاين البديل. وإذا درتي شوكولا كاكاو لازم تقليها بالمايزينا ولا بالفارينة. إذا درتي إطرو حليب ديري فيه 3 مغارف كبار فارينة، وإذا درتي مايزينا ديري 5 مغارف كبار مايزينا باش تجيك التحلية نتاعك متماسكة مليح. شفتوا درت أنا هذا إطرو حليب راح ندير فيه مغرف كبيرة نتاع فارينة بحبة الكريمة نتاعي ولا التحلية نتاعي تجيني متماسكة كيما لو كريم ديسير اللي كيتباع، محبهاش تجيني خفيفة. داك علاه راح نخلط مليح المزيج نتاعي كيما راكم تشوفوا معايا، وما غاديش نضيف له السكر لان كيما تعرفوا الفلون تاع نوارة جاي حلو، ومانيش باغيه التحليه نتاعي تجيني حلوه بزاف، ديك الحلاوه اللي تحرق في لاكورج، فهمتوا؟ حبها تجيني بنينه. داك على هديك المغرف تاع الفرينه اللي زدتها ما غادي كيما نقولوا ما غاديش تصمت لينا الفلون تاعنا ولا لان اصلا هو جاي حلو، فهمتوني؟ نديرها فوق النار حتى يتقلي واللي يدير دوك الفقاعات كيما عودتكم عاد باش تنحوه. فوالا هذا هو بعد اللي نحيته. راح نستعين بالمغرف نديرها لان هاد الكؤوس نتاوعي نتاع الفلو جاي الزاج نتاعهم رقيق بزاف وخفت يتهرسولي من درجة الحرارة المرتفعة. داك علاه درت الاستعين بالمغرف لانه المغرف كشغل تخفف هذيك الحرارة، كشغل الضغط كامل تديه هي، فهمتوني؟ داك علاه دايما كيكون عندكم كؤوس تاع زاج هكذا اللي يكون رقيق بزاف وتخافوا عليه يتهرس ليكم، ديروا دايما هاد العفسة نتاع المغرف، ديري المغرف بديت تكبي فوقها كشغل داك المغرف تدي هذاك الضغط هي الاولى ومن بعد يهبط على الكاس. هذاك علاه راح نعمرهم كاملين كيما راكم تشوفوا معايا. راح نديرهم يبردوا وبعد اللي يبردوا لي راح نزينهم بهذيك لاموس شوكولا، وراح نقول لكم واش درت في الموس شوكولا نتاعي باش تجيكم بنينه ورائعه بالبزاف. تبعوا معايا الفيديو للاخر باش ما تفوتكم حتى لقطه، وتجربوها وردوا عليا في الكومنتير. هاد الوصفه اللي مالفي يديرها على بالها راه عارف الذوق نتاعها، واللي ما مالفينش يديروها ننصحكم باش تجربوها لانها تجي بنينه بالبزاف، تجي روعه. نروحوا بعد اللي بردوا لي الكؤوس نتاوعي راح نزينهم بلاموس شوكولا. قلت لكم راح نقول لكم في الفيديو واش درت في لاموس شوكولا نتاعي كيفاش حضرتها. ما صورت لكمش لانها ماشي ما صورت لكمش هذاك المقطع شغل راح اللي كنت دايره للناس حاب راسي راني نصور وما صورتهش. كي جيت ندور عليه ما لقيتهش، ما لقيتش داك المقطع، بصح معليش راح نقول لكم الطريقه وراح نخليها لكم مكتوبه باش تبقى لكم كيما نقولوا كي تدوروا عليها تلقاوها مكتوبة. تقدروا ديروا لها كابتور ديكرون
باش تعرفوا راح نقولها لكم فمي وراح نخليها لكم مكتوبة هنايا في الفيديو، نخليها لكم مكتوبة باش يسهل عليكم طريقة صنعها. هاد لاموس تجي رائعة بزاف وسيرتو كيما قلت لكم ما فيهاش البيض نهائيا، وتقدروا ديروها بأي ذوق تحبوا، تغيروا فقط الذوق في بلاصة الشوكولا ديروا الذوق اللي تحبوه انتوما. كيما شفتوا درت لاموس الشوكولا نتاعي، درت فوقها هادي لاخر صوص كراميل صنع منزلي، وريتكم كيفاش ندير نخدمها من قبل، تلقاوها في الفيديوهات اللي قدمتها لكم في القناة، راح تلقاو كيفاش درتها. هاد لاخر صوص كراميل ما تجمدش نهائيا، تخليها في فريجيدان بالشهر بالشهرين بست شهور عام كاع وتبقى كيما هي ما تفسد ما تجمد، يبقى القوام نتاعها هكاك خفيف. راني شاركتها معاكم كيما قلت لكم، راح نخليها لكم في صندوق الوصف وتلقاوها في القناة نتاعي الداخل، كاين بزاف وصفات. اللي مازال ما شافش وصفاتي ننصحكم تدخلوا ضربوا طلة وتشوفوا، كاين بزاف وصفات يمكن تستفادوا منهم وتحتاجوهم في الآخر في الطبخ نتاعكم. راكم تشوفوا تزيين بسيط وخفيف ولكن الذوق أبن وأروع، تجي بنينة بالبزاف أكثر من رائعة. قد ما نشكرها لكم ما نقدرش نشكرها لكم. هذه هي مقادير لاموس الشوكولا. راح نروحوا للطريقة. ديروا 2 كيسان حليب، أنا درت 2 كيسان حليب ودرت 3 مغارف كبار شوكولا ودرت 2 مغارف مايزينا ودرت مغرف كبيرة سكر، نديروهم على النار حتى يتقل وبعدها نضيفو ملعقة زبدة ونخلوهم يبردوا على جهة، وبعد كي يبردوا لنا نجيبو علبة ياورت ذوق شوكولا، فهمتوني، ولا ذوق كراميل. المهم كيما هاكا انا درت هذاك الخمديسان تاع الشوكولا ودرت نص كاس بودرة شونتي طلعته وحده، فهمتوني. نطلعوه مع الياورت هذاك، نطلعوه حتى نتحصلوا على قوام متماسك، وبعدها نديروا له مغرف صغيره قهوه نسكافيه. اذا ما عندكمش النسكافيه هنايا القهوه العاديه في بلاصه هذيك علبه الياورت نجيبوا نص كاس قهوه عاديه نطلعوا بها لك خام شونتي تاعنا في بلاصه علبه الياورت. ديروا انا نقول لكم نعاود لكم في بلاصه علبه الياورت ديروا نص كاس قهوة عادية ديك اللي طيبوها في الدار، طلعوا بها لا كريم شونتي تاعكم تعطيكم نفس الذوق. وبعدها ذوبت شوكولا لامباسادور علبة، ذوبتها في 4 كاس حليب، ذوبتها مليح حتى ولات سائلة وخلطتها مع هذيك لا كريم، خليتها حتى بردت ما درتهاش وهي حامية، خلطتها مع الكريم شونتي وبعدها وليت نضيف هذاك القوام الاول اللي درناه برد نتاع الفلون والاخر اللي خدمناه في الاول. كي برد لينا بديت نضيفه بالتدريج ونخلطوها مليح، وبعدها على بالي غادي تطلق لكم كي تخلطوها، بصح تعاودوا تدخلوها الفريجيدان غادي تشد لكم راسها وتجيكم هاد لاموس رائعه بزاف وتجي بنينه بزاف بلا بيض بلا والو. لحقت نهايه الفيديو ان شاء الله تجربوها. معليا غنقول لكم صحه سحوركم والسلام عليكم.